قدم الإعلامي خيري رمضان مقترحًا لحل أزمة نقص العملة الأجنبية والدولار الذي تعاني منه مصر حاليًا، واقترح رمضان خلال برنامجه مع خيري عبر فضائية المحور مساء السبت إيقاف العمرة لمدة عام لتوفير العملة الصعبة، معقبًا: مش هنروح النار لو ما عملتش عمرة السنة دي. كما اقترح أن يكون الحج هذا العام في أضيق الحدود لمن لم يحج، متابعًا: في ناس بتسافر مرة واتنين وتلاتة وفي ناس مش لاقية تاكل. أنا كدولة أمنع العمرة هذا العام والحج يكون في أضيق الحدود لمن لم يحج. هي دي قبضة الدولة، إن تساعد هذا الشعب على العيش. ولفت إلى أن مصر من أكثر الدول التي يؤدي مواطنوها فريضة الحج، إذ يتوجه لأداء الحج نحو 60,000 شخص كل موسم. متابعًا: في حج بيوصل إلى 1,000,000 جنيه وعمرة بتوصل إلى 300,000 جنيه. وأشار رمضان إلى أن تكلفة أداء 60,000 شخص فريضة الحج سنويًا تصل إلى 100 مليون دولار، كما يصل متوسط عدد المصريين الذين يؤدون العمرة سنويًا إلى 500,000 شخص.